السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناه هواة اموله. كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في اتم صحه والعافيه ان شاء الله. الوصفه ديالنا ديال اليوم واحد الوجبه ديال العشاء اللي هو واحد الكراتان بالكفته والبطاطا. كيجي رائع اكثر من رائع، كيجي معلك وكيجي بنين بواحد الطريقه سهله والمقادير بساطين في متناول الجميع. صراحه هاد الوجبه يمكن لكم تقدموها للعشاء للوليدات ديالكم، الناس اللي خدامه يمكن ليها تديها معاهم الخدمه. غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا تقريبا واحد الكيلو د البطاطا ولا كيلو الا ربع. من بعد ما غسلتها ونقيتها وقطعتها على هذا الشكل هذا دوائر. خليت لكم واحد الوحيده باش نوريكم كيفاش قطعتها. عندي تقريبا واحد 250 غرام ديال الكفته، يعني انا راه ما دايره لها لا تتبيله لا والو. عندي هنا 3 ديال البصلات، يعني نتوما الا عندكم بصله كبيره يمكن لكم ديروا وحده كبيره، انا عندي هنايا صغارين درت 3. هادشي باش غادي نتبل يعني الكفته ديالي شويه د الكمون، شويه د الملحه، تحميره اللي هي الفلفل الاحمر، وشويه ديال الابزار باش غادي نشرمل الكفته ديالي. عندي شويه د الملحه والابزار وزيت الزيتون باش غادي نزيدهم. من بعد المقادير ديال الكفته، بالنسبه لاصوص بيشاميل غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب كيف ما كتشوفوا، نصف لتر ديال الحليب، وغادي نحتاج واحد 2 معالق كبارين ديال الدقيق اللي هو الطحين، و2 معالق كبارين يكونوا عامرين ديال الزبده. وعندي هنايا تقريبا واحد 100 غرام ديال الجبن المبشور. يمكن لكم ديروا الكميه ديال الفرماج، يعني الجبن المبشور يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتوا. غادي ندوز اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نحط البطاطا ديالي تسلق. يعني اول حاجه غادي نبدا، غادي نشعل البوطه وغادي ناخذ الكميه ديال الماء فاش غادي نسلق البطاطا ديالي. غادي ندير القليل من الملح باش هكا نكه البطاطا ديالي بداك المليحه. منين كنستفها في اللاطا وكناكلوها كتجي لينا يعني منكهه بداك الملحه، كتجي مزيونه. هنايا غادي نخوي البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا في الماء، يعني ما خليتوش تسخن، غير شعلت البوطه درت الماء ودرت شويه الملحه وغادي نخليها تسلق. من بعد غادي ندوز نشلض البصله ديالي كيف ما انا راه كنشلضها غير عادي بيدي. الصراحه يعني كتكون عندي واحد المتعه اللي هي زوينه فاش كنشلض البصله بهذه الطريقه هذه. كيعجبني انني نشلضها بيدي. نتوما الا بغيتوا تشلضوها في الهاشوار يمكن لكم، انا كما قلت لكم غادي نشلضها غير بيدي، يعني غادي نقطعها قطعات يكونوا صغيورين، حاولوا ما امكن ما تكبروهمش. هنا من بعد ما قطعت البصيله ديالي، دوك 3 البصيلات اللي كما قلت لكم الا عندكم نتوما بصله كبيره يمكن لكم ديروا وحده، انا هنا عندي صغارين داكشي علاش درت 3 ديال البصيلات. من بعد ما قطعتهم على هذا الشكل غادي نحطهم جانبا، البصله غنحطها جانبا وغادي ندوز نشرمل داك الكفته ديالي كيف ما قلت لكم 250 غرام. غادي ندير ليها شويه الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره اللي هي الفلفل الاحمر او البابريكا، والقليل من الابزار، وغادي نخلطها مزيان باش هكا تدخل ليا فيها داك الشرموله. نتوما الا بغيتو تشريوها مشرمله، يعني تشريوها ما عندهم مالين اللي كيبيعوا الكفته متبله، يمكن لكم انا خديتها بغيت يعني نعطرها ندير ليها التتبيله على يديا. هكا كيعجبني انني نتبل الكفته على يديا. هنايا حطيتها جانبا وغادي ندوز من طبيعه الحال نشحر البصله ديالي. شعلت البوطه وغادي ندير تقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون او زيت المائده، او يمكن لكم ديروا زيت زيتون بوحدها او زيت المائده بوحدها اللي بغيتو. هنايا من بعد ما كنحس البصيله ديالي يعني دابت ليا، يعني تبدت ليها اللون، يعني هبطات ليا تحمرات ليا مزيان، غادي ندير من فوقها داك الكفته اللي تبلتها كيف ما قلت لكم، اللي تبلتها من قبل على هذا الشكل. غادي نحاول انني ندخل داك الكفته مع البصله باش هكا، وتحاولوا ما امكن يعني تاخذوا واحد الملعقه ولا العود الخشبي لا عندكم بحال هاد المقالب بحال هكا. يمكن لكم الاحسن تستعملوا العود الخشبي باش هكا ما تجرحش لكم. وكنحاول انني نحل داك الكفته، يعني نفكها ما نخليهاش مجموعه. غادي نبقى نحاول انني على هذا الشكل هذا. من بعد ما كتطيب ليا الكفته ديالي جاتني انا الكفته جاتني دقتها، جاتني شي شويه خاصها الملحه، زدت ليها واحد شي شويه الملحه. وحاولوا ما امكن ما تبقاش فيها، ما يبقى فيها لا زيت لا ما، كيف ما كتشوفوا راها ناشفه عندي، خاصها تكون بحال هكا. حيت الا كانت باقا فازكه عندكم باقي فيها داك الماء ديال البصله وداك الزيت، يعني فاش غادي ديروها الكراتان ديالكم غادي يجيكم فازك. حنا بغينا الكراتان ديالنا يجي لينا مزيان بطبيعه الحال. كنخليها تقلى حتى ما كتبقاش فيها داك الماء
وزويته كما قلت لكم. غادي نحطها تبرد ليا وغادي ندوز نحضر لاصوص بيشاميل ديالي. غناخذ كاسرونه ديالي غنشعل على نار تكون مهيله وغادي ندير 2 معالق كبارين ديال الزبده. يعني غادي نحاول انني حتى نذوب الزبده مزيان حتى كتحسوا بها دابت لكم، يعني دابت لكم مزيان. عاد غادي تزيدوا 2 معالق كبارين ديال الطحين. يعني غادي تبقاو ما تحيدوش يديكم من التحرك، لان الزبده الا خليتوها ما كتحركوهاش راه غادي تحرق لكم وغادي تبدل لكم المذاق ديالها. هنا من بعد ما كنحس بالزبده ديالي دابت ليا غادي نزيد 2 معالق كبارين ديال الطحين اللي هو الدقيق. على هذا الشكل هذا انا كنخلط، يعني ما حيدش يديا. وغادي نزيد نخوي نص سيطرو ديال الحليب كنخوي شويه بشويه وانا كنخلط، نخوي شويه بشويه وانا كنخلط حتى كنحس بداك الحبيبات، يعني الطحين ما بقاوش ليا. هنا غادي نبقى كما كنقول لكم لاصوص بيشاميل ما تحبسوش على التحرك، لان اون فوا غادي تحبسوا على التحرك الطحين ديالكم غادي يهبط لكم لتحت، غادي يتكون لكم يعني كويرات، يعني غيبقى يتعقد لكم وغادي تحرق لكم، ما غاديش تجي لكم لاصوص بيشاميل ديالكم مزيانه. حاولوا ما امكن لاصوص بيشاميل من تكونوا دايرينها على البوطه تحركوا، ما توقفوش نهائيا بالتحرك حتى كتحسوا بها انها عقدت لكم. عاد غادي نحبس من تحرك. من طبيعه الحال انا هاد لاصوص بيشاميل ما بغيتهاش تجي ليا ثقيله، بغيتها تكون ليا خفيفه. ملي كتشوفوا داك البقعات، يعني داك البرق البقعات بحال هكا لاصوص بيشاميل ديالكم راه واجده. كنزيد شي شويه الملحه وانا كنخلط من طبيعه الحال، وغادي نزيد شي شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، وحكيت واحد شي شويه ديال الكوزه لان هاد الكوزه كتعطي لنا واحد المذاق اللي هو زوين لاصوص بيشاميل. ديروا فيها الكوزه راه كتجي بنينه بالكوزه صراحه، كتعطيها واحد المذاق اللي هو بنين بزاف. هنا طفيت على البوطه ديالي صافي. لاصوص بيشاميل ديالي كما قلت لكم ما بغيتهاش تعقد ليا بزاف، بغيتها تكون ليا خفيفه باش هكا تجيني في الكراطان ديالي مزيان. انا حطيتها جانبا. غادي ندوز مباشره موجده اللاطه ديالي ودايره فيها الزبده، وغادي ندهن المول ديالي اللي غندخلو في الفران. غادي ندهنو مزيان بالزبده على هذا الشكل. غندهن الوسط والجوانب تفاديا. من غادي نحط البطاطا ما غاديش تلصق ليا. انا البطاطا ديالي من بعد ما تسلقات ليا استقطرتها من الماء، وغادي نحاول انني نستفها على هذا الشكل هذا. يعني كديروا وحيده وحيده. يعني كما قلت لكم لاصوص بيشاميل ديالي غير طفيت العافيه دزت مباشره، خديت المول ديالي دهنته بالزبده، استفت البطاطا ديالي على هذا الشكل هذا باش ما تحاولوا يعني خفوا يديكم باش لاصوص بيشاميل ديالكم ما تقاش لكم، لان هي راه دغيا كتقل وحنا ما بغيناهاش تكون ثقيله، بغيتها انا تكون خفيفه. هنايا كندير البطاطا من بعد ما وزعتها على اللاطه ديالي ديال الفران او المول ديالي ديال الفران. حاولوا ما امكن ديروا البطاطا تكون مقاده، الجوانب يكونوا مقادين، الوسط يكون مقاد باش هكا الكراطان ديالكم كيجي لكم مقاد يعني ومعاوط من جميع الجوانب. الى بانت ليا شي خويه كنحاول انني ندير فيها البطاطا، يعني ما غادي نخلي حتى شي جهه خاويه. وداك التفتيت ديال البطاطا، لان هاد البطاطا راه دغيا كطيب. حاولوا ما امكن 10 دقائق 5 دقائق راه البطاطا ديالكم دغيا كطيب، ما تخليوهاش حتى تعجل لكم. بغينا حنا البطاطا تكون صاينه باش تجي لينا في الكراطان مزيانه. هنا بقى ليا واحد شي شويه ديال التفتيت كنحيدو وكنديرو في الوسط، كنسد دوك التقيبات اللي باينين باش هكا ملي نخوي لاصوص بيشاميل ديالي ما تهبطش ليا لتحت، يعني تبقى ليا فوق البطاطا. كيف ما كتشوفوا شوفوا الشكل ديال لاصوص بيشاميل راه جاتني خفيفه وكريميه كتجي رائعه، وخصوصا ملي كتزيدوا فيها داك الكوزه محكوكه كتعطيها واحد المذاق اللي هو رائع. كنخوي لاصوص بيشاميل ديالي على هذا الشكل وكناخذ واحد الملعقه وكنحاول انني نوزعها في الجوانب وفي الوسط. يعني ما بغيتش البطاطا تبان ليا. حاولوا ما امكن تغطيو داك البطاطا كلها ما تخليوهاش باينه باش هكا البطاطا ديالنا كاملها تجي لينا منكهه بداك لاصوص بيشاميل. من طبيعه الحال شوفوا كيفاش كندير، كنحاول انني نوزعها على اللاطه ديالي او المول ديالي ديال الفران كامل. هنايا غندوز ناخذ الكفته من طبيعه الحال يعني، وغادي نحاول حتى هي نوزعها على المول ديالي. الكميه ديال الكفته انا درت 250، نتوما يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتم من طبيعه الحال. يعني لكم حريه الاختيار. والفرماج محكوك حتى هو درت تقريبا انا واحد 100 غرام يعني من الجمل المبشور. نتوما يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتم، يمكن لكم ديروا اكثر من الكميه انا، لان الفرماج كيف ما كتعرفوا قد ما كنديروا الفرماج بزاف راه قد ما كتجي لينا كيجي لينا الكراطان ديالنا. يعني كيف ما كتشوفوا دابا راه شي شويه
كل شيء غلا. كنتمناو من الله يكون خير عما قريب ان شاء الله. داكشي علاش كنحاولوا نديروا داكشي غير على قد الجيب ديالنا. هنايا الفران راني شاعله وغادي ندخلوا. انا عندي الفران ديال الغاز، غادي نحط الكراتان ديالي من الفوق واحد 5 دقائق ونهبطوا يتحمر ليا، نهبطوا لتحت يتحمر ليا. والكراتان ديالي هاني خرجته من بعد ما تحمر ليا. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، راه كيجي بنين وكيجي معلك. تيقوني غادي تجربوه ما غاديش تردوا، يعني غادي تجربوه بدون تردد. راه سهل ودغيا كيوجد لكم فرمشه عين والمقادير بسيطه من طبيعه الحال. غنقطع لكم واحد الطريف وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ومن طبيعه الحال الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتخليوا لي لايك للفيديو. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. خليت لكم راحه، بسلام عليكم.